مرحبا بكم متابعيني الكرام. اليوم راح اشوف لكم شلون نسوي خبز ارمني كلش طيب اسمه اللافاش. راح اسويه مقرمش، اكو طري واكو مقرمش كلش طيب. اليوم راح نسويه هيجي كرانشي او مقرمش. نستعمله ويا المقبلات، ناكله يعني ويا الحمص بطحينه، اي نوعيه مقبلات طيب كلش وصحي. طبعا الأرمن مشهورين بأكلاتهم وخبزهم الطيب. طبعا هم يسووه بالتنور، تنور هم يحفروه بالقاع إذا شايفين، ويلزقون الخبز. عندهم أشكال أنواع خبز قريب من خبز الرقاق اللي نسويه، اللي نرشه بالمي ويصير طري، هذا تقريبا نفس الشيء. راح اسويه، ما عندي تنور طبعا، راح نسويه بطريقة حتى الكل يقدر يسويه بالبيت. راح اسويه بالفرن. المواد اللي راح نحتاجها لهذا الخبز: عندنا ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من السكر، ملعقة صغيرة من الخميرة، كوبين إلا ربع مي دافي، ملعقتين كبار من زيت، أي نوعية زيت عندكم متوفر. وهنا أشياء نقدر نخليها على الخبز قبل ما ندخله الفرن، أي نوعية سمسم أو حبة البركة، حبة سودا. هنا عندنا هذولا حبوب الخشخاش أو يسموها بابي سيد هنا بأمريكا. يعجبني طعمها بهذا الخبز، بس إذا ما متوفر عندكم مو مشكلة، تقدرون تستغنون عنها. والطحين، دقيقة، وين الطحين؟ لازم نروح نشتري طحين، لأن داريد استعمل طحين خاص مال الخبز اسمه بريد فلاور. امشي وياي نروح نشتري من والمارت. هذا الايل بي بيكنج مفتوح وكيك ميكس وهالاشياء. ايل 15 راح نفوت هنا، اكو طحين مالتنا. هنا طحين، كل اشكال طحين. ندور على ريد فلاور. هي أنا ريد فلاور، سعره $3.48. اشترينا الطحين وراح نبدي هسه نسوي العجينة. طبعا اريد اقول لكم شيء، اذا ما متوفر عندكم وكل الصعبة، اعتقد بالعراق متوفر كله طحين مال خبز، مال خبز عادي. ليش اشترينا هاي النوعية؟ حتى يكون بيها جلوتين هواية، حتى يصير العجينة مثل اللاستيك، تمط، حتى سهلة علينا فتح اللافاش العفو. المهم اذا ما متوفر تقدرون تستعملون طحين عادي، حتى لو شوية فتحت من الصفحات مو مشكلة، المهم يطلع الخبز هو طعمه طيب. تقدرون تضيفون طحين اسمر اذا حابين تقدرون. هسه راح نبدي نخلي 4 أكواب طحين. راح اسوي لكم كمية قليلة. نخلي الملح ملعقة صغيرة من الملح مثل ما قلنا. الشيء الثاني نبدي نسوي الخميرة راح اخمرها، خليها تتضاعف، اخليها بالمي الدافي اللي راح نستعمله. ملعقة صغيرة من الخميرة، والسكر اخلي وياها ملعقة صغيرة من السكر، ونحرك حركة خفيفة بس. خمرت الخميرة وراح نبدي نعجن. تخلي ملعقتين كبار من الزيت، اي نوعية زيت متوفرة عندكم مو مشكلة، ونحرك. اريد الزيت يتداخل ويا الطحين. احنا خلينا ملح ملعقة صغيرة. نبدي نضيف الخميرة والمي الدافي ونحرك.
المي كوبين الا ربع شلون ما قلنا. نظل احرك. اللي عنده عجانة يقدر يستعملها، بس انا ردت اشوفكم اليوم بلا عجانة. هواي ناس ما عندها عجانة. اخر شي راح اضيفه اخر شي خلص. ابدي اعجنها زين. بس راح اخليها بكاسة مدهونة واخليها هسه ترتاح فد نص ساعة. ارجع اكمل عجنها. هاي صار لها نص ساعة. راح ارجع اعيد اعجنها على طول هيجي. الطريقة انه اطوي هيجي. شوفوا هسه بدت تصير ملسة. مرة ثانية اطوي هيجي. اسحبه العجين واطوي. اسحبه واطوي. اسحبه واطوي حتى تصير مثل اللاستيك مطاطية. راح اخليها ترتاح نص ساعة اللخ، ونرجع مرة ثانية نعجنها. اوكي كمل مرة اخرى، يعني هاي مرة ثانية طلعة نسوي هيجي. بس نطوي فد 10 مرات نطوي. حسبوها هيجي. هسه هاي هي خلص. راح نخليه يتضاعف. خليه يتضاعف مكان دافي ونبدي نشتغل بيه. اختمرت العجينة عندنا وضاعف حجمها. عندي راح استعمل هاي الصينية مال الفرن. ايش راح اسوي؟ اخذها اخليها بالفرن. اعلق الفرن على اعلى درجة 500 فهرنهايت. راح اخليها هاي تحمى بنص الفرن. اللي راح احتاجه يا اما هذا اسمه نون ستيك الومنيوم فويل. هذا تشوفوه بوالمارت هنا. هذا خاص للخبز يعني والبيكينج وهيجي اشياء. او هاي بيكينج شيتس اللي هي هاي الورقة بكيفكم اثنيناتهم يصير. اني يعجبني استعمل هذا نون ستيك. هذا الالومنيوم. هاي النوعية مال الالومنيوم راح اشتغل بيها. راح ابدي اقطع العجينة الى 8 قطع. يعني قطعة تكون تقريبا 4 اونس او بالعين. شوفوا انتو شو كلها نسويها. بعدين نبدي نلمها. خليها هنا دا ترتاح. عندنا مكان عجينة هيجي كلها. هاي شنقناهم. هسه نبدي نشتغل. نغطيها حتى تتبس. حاول نفتح. راح يكون بالطول مستطيل. اليوم شغل على الكاونتر رأسا. شي نفتح. حاول نسوي مستطيل. شي نحاول هسه نجر صفحات هيجي نمطها.
شي نحاول براحة، مو براحة ايدينا، بوجه الايد نفسها نحرك هيجي. اول شي تطول ونحاول نخليها تعرض هيجي بالعكس. شوفوا بدأت تكبر عندنا العجينة. خلي عليها شوية بس حتى تشوفون اكثر. هسه اجيب وحدة من هذولا او ورق زبدة او من هذولا الالمنيوم هيجي. نبدي نعدلها. طبعا الفرن دا يشتغل على درجة حرارة اعلى درجة، وخليت الرف بالوسط وعلقت الفوق والجوة. والصينية بنص الفرن راح تحمى نفس الشي. حاولوا الحافات تخففوها، بالنص خفت ظل نسحب نكبر شي. حتى اذا انشقت شوية مو مشكلة. او حابين تسووها مدورة يصير. شكلها على قد الصينية مالتكم. فتحته كله راح اخليه على صفحة. اسوي فد خبطة مال هنا عندي ربع كوب طحين، وراح اخليه له نص كوب مي. هذه الخلطة اسويها وشوية زيت بس، فد ملعقة صغيرة من الزيت اسويها على مود اخليها على راس اللافاش قبل ما ادخله الفرن، حتى يلزم لي هذول السمسم والحبة البركة ما يلزقون بالعجينة. خلينا نقول صارت الخلطة هيجي. طحين ومي، شوية ملعقة صغيرة من زيت، ربع كوب طحين، نص كوب مي، شوية ملعقة صغيرة من الزيت. يراد لكم فرشة حتى تمسحون بيها الخبز، او تقدرون بيدكم مو مشكلة، بس واحد حتى لا كل مرة ينزع كفوف ويلبس كفوف تكون. نبدي نضيف شوية سمسم، شوية حبة البركة. طبعا هذا مثل ما قلنا اختياري، شنو ما متوفر عندكم اي شيء يعجبكم، بذر الكتان، اي نوعية من الاشياء اللي يعجبكم ضيفون. طبعا هذا دا اضيف بذور الخشخاش اللي هو بابي سيد، واذا ما متوفر عندكم مو مشكلة. اكو اشياء اول شي تدوسوها شوية هيجي، بعدين نبدي نمسحها بخليط الطحين اللي سويناه هيجي. على كلها هم ينطينا فد لون حلو بالنهاية من يتحمص. هسه نبدي نخبز. صارت درجة حرارة 500. طلعت الصينية وهي كلش حارة، لازم تديرون بالكم كلش حارة الصينية. هسه هي هاي نخليها هيك. راح ادخلها هسه على الرف الوسط، حرارة عالية، راح تاخذ لها 10 دقائق او اكثر. شوف ايش قد حلوين طلعوا. شيلها، نحط وحدة ثانية. يكون عندكم في 3 قطع من هاي الالمنيوم، ندخلها مرة ثانية بعدها حارة. تشوفون هسه خلصت، طفيت الفرن، خليته شوية يبرد الفرن لين كلش حار. هسه راح دخلتهم مرتلخة بالصواني، اريدهم يبسون يتقرمشون فد 10 دقائق بس، ما راح يعني لازم يبرد شوي الفرن. يلا تدخلوهم. اوكي حبايبي، هذا الشكل النهائي لللافاش الخبز الارمني. طلع كلش طيب وسهل
نقدر نسويه بالبيت عادي، يصير ما عندنا تنور مو مشكلة. طلع كلش طيب مقرمش. عندي هنا قصيت وحدة، شوف شوفوا هيجي خفيف، صوت القرمشة. يلا تعالوا نشرب شاي، ناكل لبن وجبن وخبز لافاش. ان شاء الله عجبكم الفيديو حبايبي، اشوفكم فيديوهات جديدة. هذا مطبخ ليندا، تابعوني بليز وسووا سبسكرايب على القناة مالتي ولايك. اي اسئلة اجاوبكم بالكومنتس. مع السلامة.